والله أنا بالنسبة لي أنا يعني مرتبط مع النادي الأمور الفنية يعني فهمتني. كيفك أنا ما سمعت بالاستقالة نتاع الهيئة الكبيرة، لكن ما اتصلوش بيك؟ ما وقعش إعلامي رسمي على أساس أنا نواصل خدمتي خويا فهمتني. وما فماش حاجة رسمي، ما خديتش حاجة رسمي معناها من الجمعية ولا حاجة. ممكن ردود فعل هذاك باش تكون حسب اللي عشناه في المباراة نتاع المهدية من بعض الجماهير وكاو. بالنسبة للواحد أنا الأمور بالنسبة لي أنا عادية، وما زلنا نلعب وما زلنا لازمنا نحترموا الميثاق الرياضي ونكملوا حتى للآخر ونحاولوا. إذا كان ديما الحياة فيها أمل نجم نصعد يعني، ولو الأمل أصبح ضعيف، لكن الواحد علاش ما يلعبش ديما حتى على الأدوار الأولى، ديما حتى المرتبة الثانية، ونحضروا زاد العام الجاي إن شاء الله. مهما كان معناها المدرب شكون، أنا بحول الله عندي فكرة باش نحاولوا نخليوا كيما نقولوا لوساتور للعام الجاي النادي اللي فيه جميع الإمكانيات باش يصعد بحول الله. في الحقيقة أنا بعض اللاعبين كلموني في التليفون وقلت لهم أنتم ناس مرتبطين مع النادي، ما كلمكم حتى حد وما أعطاكم حتى حد إشارة رسمية، تعتبر مرتبط مع النادي وتواصل مع النادي حتى لين تاخذ الكلمة الرسمية من عند الهيئة المديرة. والله كيما قلت لك أنا المفروض عندي أنا ما زلت تحت معناها نخدم تحت إمرة هيئة مديرة كاملة فهمتني. مادام ما عنديش حاجة رسمية الحقيقة ما زلت نخدم تحت الناس اللي معولة مع الناس اللي أنا مرتبط معهم. كريم كتات يعني تابع سكسيون لجان في نادي اولمبيك مدينة. بالنسبة للاستقالة يعني جت على اثر الاحداث اللي صارت بعد ماتش المهدي، ويعني والمشاكل هذه يعني في كل وين ليكيب تعمل ريزلتا خايب يعني يجوا لي ترى فيها من الاحباء، يعني ما نحملش الاحباء كل، لان في مدينة زاد فما شكون يحب الجمعية، فما شكون فيدال يعني للجمعية ويشجعوا في الجمعية. يعني صارت احداث في الماتش هذايا خلت الهيئة المديرة باش تستقيل على الاثر يعني تسبوا كجوارات يعني وكمسؤولين وشيء. جوارات زاد بالنسبة للهيئة ما نحملهاش المسؤولية، يعني خدمت على روحها وكل شيء ووفرت كل شيء يعني الدبلاسمونات وكل شيء يعني وفرت. يعني في وضعية في ماتش زي المهدي هذايا ما نتصورش انا باش واحد من الهيئة باش يدخل يشوط بيلانتي ولا باش يمركي، فما فما شوية حظ يعني الكرة مشاتش معانا. هذه من الاسباب يعني تشوف يعني الجماهير يعني وقت الاربيتر دخلوا لنا بيلانتي فما شكون حدث محجر يعني في وسط الستاد، كان على اثر الاحداث هذيك كان يتسكر الملعب خلاص فهمتني. وبطلب من فئه معينه من الجماهير يعني قالوا لنا سيبوا الجمعيه، احنا سيبناها الجمعيه. اليوم ما زالوا اللجان يعني يكوروا انا جاي على خاطرهم، ما عندهمش حتى عندهم لا مال عندهم حتى شيء، وضعيه يعني مزريه للاخر. ديبلاسمون يعني كان الجمعيه تعمل دي فورفي يعني تحل الجمعيه خلاص، فما حد شيء يعني هو ما جاي حتى حد يعني اليوم سيبوها الجمعيه وما جاي حتى حد. وينهم اللي قالوا سيبوا الجمعيه وأنا هي وأنا نطلبوا هي اللي باش تجي خلت تجي تبدا. ما عندناش العبيه كلها روحت يعني روحت لتونس وكل شيء يعني من البارح يعني براسك يعني كلها روحت يعني بقوه يعني وليدات البلاد يمكن 6 ولا 7 جوارات هذيك هي. والله وجودنا يعني بالنسبه اخلاقنا واحد ما سمحناش يعني باش نسيبوا الجمعيه هيك. عندنا الوليدات اليوم يكوروا الماتش يعني تاع بطوله وفرنا لهم يعني الماء وكل شيء يعني والتينيات وكل شيء. هو بالنسبه لنا يعني مازال عندنا زاد ماتش كوب نهار الاحد ضد قوافي القفصه من ناسيونال يعني دواس يعني الجونيور. ان شاء الله زاد بنأمنوا لهم يعني الماتش هذاك ونرجلوه.
ومن بعد هكا ونشوف شكون يعني شكون يحب يشد الجمعيه وشكون اللي قادر باش يصرف على الجمعيه في الدبلاسمونات ويعني في الوتله وفي الحاجات هذيك اللي كانت موفرتها الهيئه المديره الاولى. والله مغادرة تاع الجوارات هذه نقطة استفهام، ما نعرفوش يا اخي على خسارة احنا باش نوقفوا جمعية ولا لازم الناس الكل نكملوا لاخر رمق. ما تدريش على الكورة مازالوا 6 ماتشات، ما تعرفش على الكورة يا خويا، هذه مرة تهزك مرة تطيحك. أول حاجة نحب نعتذر من كافة جمهور أولمبيك مدنين على اللي صار نهار الأحد، ما كناش في نهارنا صحيح، كانت الناس معلقة علينا آمال كبيرة باش نرجعوا في الكورسة، باش نرجعوا الأولمبيك لمجدها، ما غالب محبة ناس الكورة وزيد احنا ما كناش في نهارنا. توا كيما تشوف ما ثم حتى حد، ناس كل جبدت يديها، وراه نقول كلمه بركه مدين ما تقف على حتى حد مني من عام 54 راهي شدتها رجال وكورت فيها رجال، بحول الله ما تقف على حتى جوار ولا حتى مسؤول ولا حتى هي. ايه شنو هو الحل؟ معاش خدمه الحل خلينا نجيب رجالها ثم ذريت بلادها تو يوقفوا لها ذريت بلادها. لحد باش يجوا يكوروا.